السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير وبأحسن صحة. النهاردة إن شاء الله مفروض قبل المحاضرة الأولانية قررت إن أنا هعمل لكم براكتيكال سكيم للإنفكشس كيسز اللي إحنا إن شاء الله هنقدمها. ده طبعا موديول نمبر 4، ومعاكم سهر محمد هشام، بورد سيرتيفايد فارماكوثيرابي سبيشالست واي دي سبيشالست وكلينيكال ديبلوما سينيور كلينيكال وانفكشس ديزيز سبيشالست. طيب ليه انا قررت اعمل الجنرال سكيم؟ علشان الكيسز تبقوا عارفين ازاي تمشوا معاها، ازاي تقدروا ترتبوا افكاركم، ازاي تقدروا ان انتوا توصلوا للبست ريكومنديشنز بدون ما تكونوا مشتتين في هنعمل ايه قبل ايه. البراكتيكال سكيم دي عباره عن 5 questions محتاجين اي حد هيكتب له انتي مايكروبيال، انتي بايوتيك، انتي فانجل، انتي فايرال، انتي بارازايت، لازم يمشي على السكيم ده. اي بيشنت ناويين نكتب له انتي مايكروبيال لازم الاول نفكر احنا بنكتب له الانتي مايكروبيال ليه. هل بنكتبه علشان خاطر بروفيلاكسس، ولا علشان خاطر امبيريك، ولا ديفينيتيف؟ طب ايه الفرق؟ بروفيلاكتيك يعني العيان ما عندوش اي evidence for infection. البروفلاكسس ده او الوقايه دي ممكن تبقى سيرجيكال وممكن تبقى ميديكال، يعني ممكن يكون عيان اللي داخل عم يعمل عمليه، او العيان اللي هو مش داخل يعمل عمليه، بس في بعض الانديكيشنز اللي بيبقى ليها بروفيلاكسس. امبيريك يعني ان العيان يكون عنده evidence of infection. طيب بس المشكله كلها ان العيان جاي لي المستشفى عنده evidence for infection، ولكن مع الكالتشر مش موجودة أو لسه مسحوبة، ولسه الكالتشر ريزلتس ما كانتش موجودة، أو العيان ما تسحبلوش كالتشر. طيب ساعتها بقى الامبيريك ثيرابي ده بيكون بناء على إيه؟ كلنا متعودين إن الامبيريك ثيرابي ده بيكون بناء عن الجايد لاينز اللي احنا المفروض موجودة لكل انفكشن، ودي ان شاء الله اللي احنا هنتعلم نطلعها لكل انفكشن اكوردنج للكيس اللي عندنا. بس لازم ناخد في اعتبارنا ان احنا مش بس بناخد الامبيريك ثيرابي من الجايد لاينز وكده وخلاص واحنا بلايند، لا، في فاكتورز لازم نحطها في دماغنا علشان خاطر نقدر نوصل للبست امبيريك ثيرابي للعيان. ايه هم الثلاثه او الثلاث حاجات اللي لازم نحطهم في دماغنا؟ هو البريفيوس كالتشرز للبيشنت، ان العيان يكون طالع له بريفيوس كالتشرز، تمام، لازم اخدها في اعتباري. لو في انتي بايوجرام في المستشفى، والريسك فاكتور فور ريزيستنس للبيشنت. يبقى الامبيريك ثيرابي مش واحده، لازم اسال نفسي 3 اسئله. انتي بايوجرام لو موجود لازم اخده في اعتباري، بريفيوس كالتشرز، والريسك فاكتور فور ريزيستنس. والصراحه ان الريسك فاكتور فور ريزيستنس دي سبيسيفيك لكل نوع من انواع الانفكشن، ومش ستاندرد لكل انواع الانفكشن. في حاجات ستاندرد وفي حاجات متغيره على حسب نوع الانفكشن اللي عندي. يوجوالي بيكون برود سبيكترم. يوجوالي احنا بنستخدم حاجات برود. ليه؟ لان انا امبيريك، انا مش عارف ايه هو المايكرو اورجانيزم اللي عندي. ديفينيتيف بقى لازم يكون عندي evidence of infection، وكمان جايدد بالميكروبيولوجي، يعني جايدد بالكالتشر. يبقى الديفينيت تريتمنت او تارجت تريتمنت يعني عيان عنده ساين وسيمتومز فور انفكشن، وعنده مايكرو لابس، او عنده مايكرو كلتشر، او عنده كلتشر فيها ايفيدنس للانفكشن دي. ودي بتساعدني على ان انا اعمل ما يسمى بالدي اسبريشن او اتارجت على المايكرو اورجانيزم. طيب ليه مهم ان احنا نبقى فاهمين ده بروفلاكتيك ولا امبيريك ولا ديفينيتيف؟ لان ده اللي هيحدد لنا نوع الانتيبيوتيك اللي احنا هناخده، ده اللي هيحدد لنا هنختار وهنجيب المعلومه منين. فمهم قوي ان احنا في الاول نفكر كده، هو العيان ده محطوط له الانتيبيوتيك ليه؟ اوكي. فالموضوع ده مهم جدا. طبعا لازم يكون كل الحاجات دي او كل الانديكيشنز دي تكون evidence based. يعني ما ينفعش مثلا انت تقول لي انا حاطط الانتيبيوتيك ده prophylaxis فور اكس انديكيشن، خلاص مثلا وليكن علشان قاعد في الاي سي يو. احنا قلنا ان احنا قاعد في الاي سي يو مركب درينز، الحاجات دي خلاص قتلت بحثا. ومفروض يكون معانا الايفيدنس ان الحاجات دي مش محتاجه انتي مايكروبيز، بالعكس الحاجات دي بتزود الريسك فور ريزيستنس. فاي انديكيشن من دول لازم يكون عندي ايفيدنس، او يكون عندي ايفيدنس بيز اذا كان فعلا بستخدمها ولا لا. يبقى اول مرحله هو الريزن فور ذس انتي مايكروب.
تاني حاجه، اي عيان بياخد انتي مايكروبي لازم اسال نفسي السؤال التاني، طالما هياخد انتي مايكروبي لازم اسال نفسي الابروبريتنس بتاعت الدوز، يعني الدوز بتاعته هتكون ابروبريت، ولازم تكون ابروبريت عشان العيان يخف، لازم تكون الدوز مظبوطه. طب الدوز بتتحسب عن طريق ايه؟ في حاجات بتتحسب عن طريق الرينال امبيرمنت. خدوا بالكم ان احنا مش الرينال امبيرمنت او مش في القصور في وظائف الكلى هي الحاجه الوحيده اللي ممكن تخلينا نغير الجرعه، لا، في حاجه اسمها اوجمانتد رينال كليرنس، ودي هنتطرق لها لانها موجوده في بعض الادويه لبعض العيانين في انديكيشنز معينه، فده هنتطرق له ان شاء الله في الكيس اللي احنا هنحطها. والاوبيزيتي او الدوز بتاعه في الاوبيزيتي، تمام، لو ليها دوز ادجستمنت والابروبريتنس according to site والتايب اوف انفكشن، هنلاقي ان الدواء ممكن جرعته تختلف باختلاف السايت اوف انفكشن، يعني المكان اللي فيه الانفكشن، او باختلاف نوع الانفكشن، او نسبه المايكرو اورجانيزم الكوزنج انفكشن. تمام، فنلاقي ان احنا في بعض الانديكيشنز نضطر نستخدم جرعات مختلفه، فده مهم قوي ان احنا ناخد بالنا منه. وده برضو هيبقى فيه ليه كيس هنشوف مع بعض قد ايه ان الابروبريتنس بتاعت الدوز في سايت اوف انفكشن فرقت مع البيشنت. والهيباتيك امبيرمنت في ادويه لازم يبقى لها دوز ادجستمنت في الهيباتيك امبيرمنت. واخيرا البيدياتريك والجيرياتريك. تمام. طبعا الجيرياتريكس او الالدرلي بيشنتس مش كتير انتي مايكروبيلز بنعمل لها ادجستمنت، ولكن في بعض الادويه مش مستحبه تاخد في الجيرياتريكس زي الفلوروكينيلونز، زي مثلا النيتروفيرنتوين. في بعض الادويه مش مستحبه في الجيرياتريكس، وفي بعض الادويه كمان ليها دوز ادجستمنت اكوردنج للويت في البيدياتريك وفي النيونيت. ثالث سؤال لازم نسأله لنفسنا، ايه هي الانفستيجيشن اللي احنا المفروض نعملها علشان العيان ياخد الابروبريت راوت. تمام. طيب الابروبريت راوت هيتاخد عن طريق ايه؟ او الانتيبيوتكس عموما بتتاخد يا اما بارنترال يا اما اورال. طبعا في حاجات بتتاخد ريكتال، ولكن دي فيري رير، موست بروبابلي بتاخد يا اما عن طريق الاورال يا اما عن طريق البارنترال. مهم جدا 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 ان احنا نبقى عارفين امتى هندي اورال وامتى هندي بارنترال، وامتى هنعمل سويتش ما بين الاورال للبارنترال. طبعا احنا عارفين ان الانتي بايوتيك الاورال ارخص بكتير من البارنترال، وبتقلل السايد افكتس بتاعت البارنترال، وبتساعد العيان ان هو يروح البيت. فالاورال سويتش تو اي في ده مهم جدا. فثالث سؤال هنشوف هياخد اورال ولا اي في، ودايما احنا بنعمل سويتشنج من الاورال للاي في في حالات النيجاتيف بلاد كلتشر، يعني العيان ما عندوش بكتيريميا وكمان يكون واخد بقاله 48 او اكتر بياخد اي في انتي بايوتكس، وده ساعتها eligible للستوب او السويتش تو اورال. طيب ليه احنا خدنا 48 ساعه، ما خدناش اكتر من كده واقل من كده؟ لان 48 ساعه او اكتر هو ده الوقت اللي احنا تقريبا بناخده علشان من يومين لاربع ايام. المفروض ان هو ده الوقت اللي البيشنت او الكالتشر بتاخده عشان تكون ظهرت. تمام، طبعا ممكن تاخد وقت اكتر من كده. كمان العيان بيبتدي يكون ابتدى نبقى فاهمين الريسبونس بتاعه هيكون عامل ايه على الانتي مايكروبيال، عشان كده مهم قوي ان احنا ندي نفسنا فرصه من يومين لاربع ايام. تمام، مفيش حد بيغير انتي بايوتيك كل يوم، اوكي، لازم ندي نفسنا الفرصه دي. فهو بيقول لك ان انت تعمل سويتشنج اتليست بعد 48 ساعه، ممكن تعمل ستوب اصلا توقف خالص او تسويتش للاورال. طيب ليه احنا عملنا كده؟ علشان يبقى ده البيريد الكفايه للكلينيشن او البريسكرايبر او الفارماسيست ان هو يكون عمل ايفالويشن للريزلتس بتاعت الكالتشر، او يعمل اسسمنت للريسبونس بتاع التريتمنت. مفيش ريسبونس للانتيبيوتيك ياخد اقل من 48 ساعه. اوكي، دلوقتي بقى هنتكلم على امتى بنحول من اي في لاورال سويتش. لازم يكون البيشنت متوفر في الثري فاكتورز دول. اولا يكون عنده الكلينيكال ساينس فور امبروفمنت، العين يكون فيبرايل، السي ار بي تكون بتنزل، العين عنده ستيبل اميون ريسبونس، يعني التي اس سي مش اعلى من 12 ومش اقل من 4، مفيش تاكيكارديا، مفيش هايبوتنشن، مفيش تاكيبنيا. كل دي ساينس فور كلينيكال امبروفمنت. تمام، ان العين يكون بيتوليريت الاورال ميديسن، يعني العيان يكون بياخد اورال، بياخد اورال فود، مفيش انترابتن فوميتنج، مفيش دايريا، مفيش مال ابزورشن، مفيش انكونشس، مفيش swallowing ديس اوردر. تمام. واخر حاجه يكون الانفكشن اللي عنده ما بيحتاجش ان احنا نمشي على prolonged parenteral therapy زي الديب سيتد انفكشن زي الانفيما والابسس.
طبعا مش superficial abscess، deep abscess، meningitis أو encephalitis, necrotizing skin and soft tissue infection, infected implanted أو prosthetics. اوكي. ستافيلوكوكال اوريس بكتيريميا، اوستيومالايتس، سبتيك ارثرايتس، اندوكاردايتس. وفي الحالات دي محتاج ان احنا نمشي اتليست 14 يوم على الامبارك، اتليست 14 يوم على الاي بي بارنتال ثيرابي. وبعد كده ممكن لو الانفكشن prolonged ممكن نقلب على هاي اورال بقى ثيرابي. طيب رابع كويستشن لازم نسأل نفسنا فيه هو الراوت بتاع الانتي مايكروبيال. زي ما قلنا مين هم العيانين اللي بيحتاجوا prolonged parenteral therapy، بنضطر ان احنا نكملهم حتى 14 يوم، ما ينفعش بعد 48 ساعة ان انا اعمل لهم سويتش للاورال. الكويشن اللي بعد كده زي ما قلنا رابع بوينت ان احنا نظبط الفريكونسي، يعني انه العيان ياخد الانتيبيوتيك بالفريكونسي المظبوطه، وده بيبان جدا جدا في حاجه زي الامبيتا لاكتامس. بنضطر ان ساعات بنلاقي انه بيفرق جدا ان احنا ندي كل 12 ساعه ولا كل 8 ساعات extended infusion، ندي لودنج دوز ولا لا. برضه الامينو جلايكوسايد ندي once daily او traditional dosing. فالفريكونسي مهمه جدا وبتتحدد according to the patient risk factor و according كمان السايت of infection. بعد كده بنتكلم على الكويشن الخامس او السؤال الخامس اللي بنساله لنفسنا، الديوريشن. الديوريشن مهمه جدا، والمفروض نمينيمايز الديوريشن اوف ثيرابي as much as possible، بس ما نديهاش يوم او يومين لا. لو العيان انفكتد، لو احنا بنتكلم على ديوريشن من 5 ل 7 ايام، فلو العيان في كلينيكال ريسبونس from the start يبقى نديله 5 ايام ونوقف. امتى بنضطر ان احنا نطول في الديوريشن؟ لو مفيش سورس كنترول، العيان الريسبونس بتاعه بطيء، بعد 48 ساعه ستيل ما عندوش adequate response، او العيان مثلا كان عنده انفكشن في مكان معين زي انترا ابدومينال وما عملناش سورس كنترول، عنده ابسس وما عرفناش نفضي الابسس او نعمل فول انسيجن اند درينج، ساعتها بنضطر ان احنا نطول في الديوريشن. اوكي. فال5 questions دول لازم نتأكد منهم. أي حد هيريكومند أنتي بايوتيك أو هيشيل أنتي بايوتيك أو هنتكلم على أي أنتي مايكروبيال، لازم تجاوبوا لي على ال5 أسئلة دول، ال indicated or not indicated، والإنديكيشن بتاعه prophylactic definitive or empiric، وتاني حاجة هنتكلم على الدوز، وهنظبط الراوت، وهنظبط الديوريشن والفريكونسي. Thank you. إن شاء الله ميعادنا مع كيس نمبر 1. Don't forget to apply the scheme علشان يبقى مخك مرتب وعارف انت تبص على ايه في الانتي مايكروبس. طبعا احنا في كل كيس بقى هنحاول نابلاي ونبص على الايفيدنس او الليتريتشر قال ايه في الجايد لاينز، وهل العين اتحسن ولا لا. لان في كيسز كتير جدا انا بجيب لكم كيس على مدار كذا يوم ورا بعض، فبالتالي بنشوف البروجرس بتاع الكيس، هل اتحسن، هل ساء، هل توفى، ايه الريسبونس بتاعه، الديوريشن عملنا ايه معاه. فعشان كده مهم قوي بقى نابلاي السكيما دي. حبيت احط السكيما دي في الاول علشان تسهل على حضراتكم التفكير، وعشان انا مش هقبل من حضراتكم اي حد يقول لي اي ريكومنديشن او يفكر في الانتي مايكروبيالز من غير ما يكون مجاوب لي على ال5 questions دول. شكرا جدا، وإن شاء الله يكون بداية موفقة، كورس مفيد، وإن شاء الله بإذن الله تنتقل لكيس نمبر 1 إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.